السلام عليكم. اللي قدامكم ده اخطر رجل ضد السودان، دي المهندس بتاعت حرب علي دغلو ضد السودان، دي الرئيس بتاعت موساد الاسرائيليه ديفيد برنيا. انجغم طبعا اليوم، يغادر الدنيا بعد ما ربنا ضربه في اخر داره، وبعد ما ضربناه 3 صفعات لهذا الرجل وفشلنا خطط 4 في السودان، زلنا السودان لقمه سائغه يكومه. لكن حدث العكس. خليني اوريك تفاصيل هتستفيد منه انت كسوداني ولا كشعوب عربيه افريقيه في الشرق الاوسط. الزول ده كتب كل شيء لكن ربنا بس فشله. اول حاجه اراد تغيير نايم بدون صوت بأملائها المدنيين وبمساعدة بتاعت أهل دولة. لما فشل أراد انقلاب قاتف بمغلب بتاعت جنجويد وبمساندة قوية من كل الدول الدائمة والكبيرة، برضه فشل. وأيضا دار يضرب مراكز بتاعت الدولة، فشل. وأيضا عايز يحاصر الجيش وفشل. فانتقل إلى الخطة بتاعت أرض المحروق، وهي تهجير سكان السودان من كل من الدارفور وكردفان والنيل الأزرق، ومحاكاة سياسة المستوطنات في فلسطين. لكن السودان وجيشه وشعبه ما ركعوا له. الخطة الثالثة، الخطة الثانية وهو المغامرة الكبرى، هي تقسيم السودان. يعني دارين يقسموا دارفور بحكومة موازية بشخصيات مدجنة وأدى اعتراف من الدول اللي الكيان يستطيع أنه يضغط عليهم. لكن حلق من حلق في صحراء دارفور، فلا تقسيم نجح ولا المرتزقة صمدوا في كردفان. الميزانية المحروقة عشرات المليارات الدولارات، نعم ميزانية ضخمة أحرقت لشراء الزمم والحكومات وموانئ ومنصات إعلامية بتمويل من دويلة الشر، وكل هذا المال ذهب لأدراج الرياح أمام صخرة الجيش والشعب السوداني. يوليو المقبل سينصب اللواء رومان قوفمان بدلا من بريان على رأس الموساد. والبرنيان كلا أعرف إنه الدائم الأكبر لحرب أهل دغلو. الآن ربنا شاله بثلاث ضربات في خسره. السؤال لأهل دغلو: من اللي بيشيلكم بعد رحيل حليفكم؟ ماذا أنتم فاعلون؟ ادونا رأيكم في التعليقات. هل نواصل في مواضيع بتاعت كشف أهل دغلو ولا نديكم من النظيف في الميدان؟ تحياتي لكم.